مفيش احلى من شوية مخلل خيار مقرمش وحرش جنب الاكل. تعالوا النهاردة اقول لكم ازاي نعمل الخيار المخلل السريع. هتعمليه وهتاكلي منه تاني يوم على طول. سر محلات الترشي هتلاقيها معايا في الوصفة دي بطريقة مظبوطة 100%. هيفضل معاكي بالشهور بنفس القرمشة وكأنك لسه عاملاه امبارح. تفاصيل بسيطة لكن مهمة. تعالوا نبدأ، بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك، وفضلا ليس أمرا تعملوا اشتراك للقناة، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الكومنتات نكسب أجر أنا وإنتم. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة معايا الخيار. طبعا هنجيب الخيار البلدي الرفيع اللي هو ما بيبقاش القلب بتاعه مليان بذر، عشان دوت هيطلع معانا في التخليل حلو جدا. هنغسل الخيار كويس جدا تحت المية الجارية، وبعد كده هسيبه يتصفى واحاول انشفه كده بمناديل مطبخ او بفوطه نظيفه. بعد كده بشق كل خياره كده زي ما انتوا شايفين بالسكينه من النص. ده بيساعد الخيار ان هو يشرب من محلول التخليل كويس جدا. ده في حالة لو احنا هناكله على طول، لكن لو عايزاه يقعد معاكي كام شهر كده هنسيبه من غير ما نعمل حركة الشق بالسكينة في نص الخيار. ندخل بقى على مرحلة التخليل، ودي اهم مرحلة عشان الخيار يطلع التخليل بتاعه مظبوط ومقرمش 100%. هنا معايا لتر ونص من المية على كيلو ونص من الخيار، يعني كل لتر مية بياخد كيلو خيار، بس احنا هنا معانا كيلو ونص من الخيار فياخد لتر ونص مية. وكمان هنزل ب5 معالق كبار من الملح ومعلقتين كبار من السكر، وهنزل كمان بكام ورقة من النعناع الاخضر الفريش. مش عايزة اقول لكم بيدي حلاوة قد ايه محلول التخليل بتاع الخيار. تقدري تستخدمي كرفس بدل النعناع لو موجود عندك. وكمان نزلت بحوالي 6 فصوص من الثوم، وليمونتين متقطعين طرنشات، وكمان ربع كوباية من الخل، ورشة صغيرة خالص من الكركم عشان يديني لون حلو للخيار. ممكن تستغني عن الكركم. وكمان كان معايا فلفل حار قطعته كده طرنشات زي ما انتوا شايفين، وكم ورقة من ورق اللورة. بيدي نكهة جميلة جدا في محلول التخليل. وانتي بتقطعي الفلفل الحار لازم تكوني لابسة جلافز عشان خاطر هو بيكون مؤذي جدا للايد، فخدوا بالكم. وكمان لو مش عايزة الخيار المخلل بتاعك يبقى مشطشط هنحطه القرون بتاعته سليمة كده مش هنقطعها. هناخد بقى كل الكلام الجميل اللي عملناه مع بعض وهنرفعه على النار ياخد غلوتين كده، وبعد كده بشيله من على النار. وعايزة اقول لكم بجد الريحة في منتهى الجمال. بعد كده بنزل الخيار بتاعي في محلول التخليل اللي احنا عملناه وهو سخن. يعني ما تستنيش لما المية تبرد وبعد كده تنزل بالخيار، لا، اول ما هنرفعها من على النار هننزل بالخيار وهنغمر كده الخيار في المية كده كويس قوي. لو تلاحظوا ان احنا اول ما نزلنا بالخيار بدأ لونه يغير معايا. بعد كده هغطي بقى الحلة بتاعتنا كويس جدا علشان خاطر المخلل يستوي معانا. ومن وقت للتاني كده هبدأ كل شوية افتح واقلب تقليبة كده، يعني رايحة جاية عليه قلبيه. بعد 24 ساعة بالظبط هتفتحي عليه هتلاقيه وصل للمرحلة المظبوطة من التخليل زي ما انتوا شايفين. لونه في منتهى الجمال معانا، مقرمش كده من جوه ومش مهري. خدي بالك ان انت لو حطيتي الخيار والمية المغلية على النار هيتهري معاكي. فالتركات دي كلها والتفاصيل هي بسيطة بس مهمة جدا. بصوا بقى الخيار في منتهى الجمال اهو اتخلل معايا، لونه تحفة ومقرمش قرمشة خطيرة. تعالوا بقى نبدأ نعمله محلول الحفظ بتاعه اللي هيخليه يقعد معانا بالشهور مقرمش لاخر حتة بتاكليها وكأنك لسه عاملاه امبارح. شايفين انا بوريكم التخليل من جوه عامل ازاي. اول حاجة لو هتخلليه مدة طويلة هنحفظه وهو سليم كده بيكون افضل. طيب لو هناكله على طول ونستخدمه على طول هتقطعيه بالشكل اللي انت شايفاه كده. قطعت كل خيارة نصين وكل نص بقطعها بشكل كده موارب زي ما انتوا شايفين. ممكن تقطعي الخيارة حلقات بيبقى برضو شكلها في منتهى الجمال. يعني قطعيه بالشكل اللي تحبيه ده على حسب رغبتك.
شايفين الجمال؟ انا مش عايزه اقول لكم هو طعمه قد ايه، في منتهى الجمال ومقرمش واحلى بكتير جدا من اللي بنشتريه من بره، وانضف كمان. تعالوا بقى نعمل له محلول الحفظ اللي هيخليه يقعد معانا بالشهور ويبقى التخليل بتاعه مظبوط. الميه اللي احنا خلينا فيها الخيار، لو سيبنا الخيار فيها هتخلي الخيار بتاعنا يتهري وكمان هيبقى حادق. محلول الحفظ هو اللي هيخلي مخلي الخيار بتاعنا طعمه مظبوط 100%. وده من اسرار معامل الترشي اللي احنا بنشتري منها الخيار. هما بيخللوه في ميه وبعد كده بيحطوه في محلول حفظ غير ميه التخليل. طيب محلول الحفظ ده 1.5 لتر من الميه، عليها 3 معالق كبار من الخل و3 معالق كبار من الملح ومعلقه كبيره من السكر، واقلب كويس جدا. بعد كده هنزل بالخيار في محلول الحفظ اللي احنا عملناه، وفي علبة بقى او بطرمان زي ما تحبي، المهم يكون محكم الغلق، وهنحطه في التلاجة. وقت ما احب اخد من الخيار بطلع بمعلقة نظيفة، ودي تركة مهمة جدا عشان الخيار بتاعنا يفضل سليم وما يبص معانا خالص. وبعد كده لو اتبقى منك خيار من اللي انت خدتيه من البطرمان او من العلبة ما ترجعيهوش تاني خلاص، يعني حطيه بقى مثلا في علبة لوحده. واهم حاجة المعلقة اللي ناخد بيها تكون معلقة نظيفة وما نرجعش الخيار تاني للعلبة او للبطرمان. ده كان خيار المخلل بكل اسراره وتركاته، عملناه زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال. طعمته قرمشته خطيرة، هيفضل مقرمش معاكي لحد اخر حتة بتاكليها. اهم حاجة بس امشوا على التركات والخطوات اللي احنا عملناها مع بعض، وان شاء الله هيطلع معاكم ناجح جدا ومظبوط 100%. وبألف هنا وعافية، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واستنوني بقى في وصفات جاية حلوة كتيرة هنعملها مع بعض بأمر الله، استعدادا لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب. احنا في احسن صحة واحسن حال. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.